احيانا الزوجه وهي بتتخانق مع جوزها وزعلانه منه بتبقى عاوزه تقول له انا استحق معامله كويسه، بتفضل تفكره بقى قد ايه هي وقفت جنبه هي واهلها في مواقف كتير، او لو هو رفض حاجه عاوزه تعملها مع اهلها لوجهه نظر عنده تفضل تفكره قد ايه هم كويسين معاه وانه لازم يراعي دون. في الحقيقه ان مشاعر الزوجه وقتها مشاعر مفهومه، لكن الاسلوب دون بيجيب نتيجه عكسيه. في الغالب الزوج بيحس ان الزوجه بتذله بمواقف اهلها معاه، وساعتها بيكره سيرتهم وبيكره كل حاجه كويسه اهلها بيعملوها بعد كده، لانه بيحس ان المواقف دي حبال بتكتفه وبتخنقه. ولو هو فقد اتزانه ممكن يتجه لسلوك عدواني، او ان هو ينتقدهم كل ما تيجي سيرتهم، او يسفه من مواقف اهلها اللي زوجته بتذكره بيها، رغم انه من جواه مقدرها بس بيعمل كده من باب الدفاع عن كرامته. فمهم ان الزوجات تفهم النقطه دي وما تعتمدش على الاسلوب دون في التعبير عن احتياجها للمعامله الكويسه ليها او لاهلها. بس كده، سلام عليكم.